يا اخوانا، منتخب ليبيا راح يلعب مباراه في نيجيريا. الناس في نيجيريا استقبلوه استقبال مش حلو شويه، عادي. قعدوهم 3 ساعات في المطار، فتشوهم، مشوهم في طريق مش حلو. حاجات بتحصل في كل الاماكن، عادي. منتخب نيجيريا ليه ماتش مع منتخب ليبيا يوم الثلاث بكره. فبعثه منتخب نيجيريا سافرت لليبيا امبارح. فهم في الجو قالوا لهم لا، انتوا مش هتنزلوا مطار بني غازي، انتوا هتنزلوا مطار الابرق. مطار الابرق ده اساسا مطار مهجور، ما فيش فيه حد، مهجور. نزلوا المطار، لا موظفين ولا اكل ولا شرب، نزلوا ما لقوش اي حاجه في اي حاجه. وسابوهم ملطوعين 12 ساعه. 12 ساعه في المطار، لا نت ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. بعد 12 ساعه بدأوا الموظفين يجوا بقى. اشتب يا اخويا، اشتب، عايزين نلعب، عندنا ماتش، احنا بقالنا 12 ساعه مرميين. لا والله عندنا مشاكل تقنيه في المطار، ما نقدرش نطلعكم، ولازم نفتشكم لان احنا شاكين فيكم. وقعدوهم 16 ساعه. يعني بعد ال 12 ساعه 4 ساعات ولسه ما طلعوش من المطار اساسا. طيب عايزين حافله تودينا للملعب اللي هو الطريق 3 ساعات. لا ما عندناش حافله والله. كل العربيات اللي عندنا صغيره على قدنا كده، محندقه. وممكن توصلكم، ما نعرفش توصلكم في قد ايه بقى. انتوا نصيبكم تقعدوا 3 ساعات، تقعدوا 4 ساعات. ملناش دعوه. انتوا حظكم. فقائد منتخب نيجيريا طلع قال لك لا، احنا مش هنلعب، احنا ننسحب، دي معامله مش ادميه. يا اخويا ما المعامله بالمثل، ما انتوا اللي عملتوهم كده الاول، يعني انتوا سبتوا العالم كله ورايحين تلعبوا مع دول. ايه يا اخوانا يا ليبيين، ما انتوا برضه زودتوا الموضوع زياده عن اللزوم، ايه ده؟